إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الجمعة الموافق 28 من يونيو عام 2024. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، يلي ذلك فاصل غنائي، ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نستعرض فيه اليوم مقال الخبير الروسي في العلاقات الروسية العربية والشؤون الشرق أوسطية أندري أونتكوف بعنوان: هل تتحول إفريقيا إلى ساحة صراع جديد بين روسيا والغرب؟ والذي نشره موقع الجزيرة نت في 17 من يونيو الجاري. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. إيطاليا ترسل وفدا رفيع المستوى إلى إريتريا في إطار تنفيذ خطة مات الإيطالية في إفريقيا. الرئيس الكيني يسحب مشروع زيادة الضرائب بعد مقتل عدد من الأشخاص في الاحتجاجات الواسعة على الزيادات الضريبية الجديدة في كينيا. وسفينة شحن روسية تعلن إنقاذ طاقم ناقلة تعرضت لاستهداف الحوثيين قبالة سواحل اليمن. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. في إطار سعيها الهادف لتنفيذ خطة مات الإيطالية في إفريقيا، أرسلت حكومة رئيسة الوزراء اليمينية جورجيا ميلوني وفدا رفيع المستوى إلى إريتريا. والتقى الوفد الذي يرأسه وزير التجارة والعمل الإيطالي أدولفو أورسو أثناء الزيارة بالرئيس أسياس أفورقي وكبار المسؤولين في الحكومة الإريترية. هذا وتعد خطة مات بمثابة نهج مربح قائم على الشراكة بين إيطاليا والدول الإفريقية التي يتدفق منها المهاجرين بكثرة. وتركز الخطة على الاستثمار والتجارة وتطوير البنية التحتية والطاقة والحفاظ على البيئة. وخصصت إيطاليا التي استضافت القمة الإفريقية الإيطالية يومي 28 و29 من يناير الماضي أكثر من 5 مليارات دولار دعما لخطة ماتي. وإيطاليا التي تعتقد أن برامج التنمية القائمة على الشراكة في البلدان الإفريقية سوف توقف تدفق اللاجئين على المدى الطويل، أرسلت بالفعل كبار المسؤولين إلى تونس وليبيا لأغراض مماثلة، ولكن دون معالجة الأنظمة الاستبدادية السابقة والافتقار إلى الديمقراطية والانتقال الآمن للسلطة في الدول وانتهاكات حقوق الإنسان الأساسية في البلدان الإفريقية. ولا تضمن الخطة أيضا التنمية العادلة ولا تدفقات اللاجئين التي لا يمكن السيطرة عليها. أعلن الرئيس الكيني ويليام روتو الأربعاء سحب مشروع موازنة عام 2024 و2025 الذي ينص على زيادة الضرائب، وذلك في أعقاب احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف دامية في البلاد. وقال روتو خلال كلمة ألقاها غداة التظاهرات المناهضة لمشروع الميزانية إنه استمع بعناية إلى شعب كينيا الذي يرفض قانون الميزانية لعام 2024 و25، لذا فإنه لن يوقعه وسيتم سحبه. وكان البرلمان الكيني قد أقر مشروع الموازنة الذي يهدف إلى جمع حوالي 2.7 مليار دولار من الإيرادات لإنعاش الاقتصاد، الأمر الذي فجر احتجاجات واسعة وتخللتها أضرار في الممتلكات العامة وأعمال نهب واسعة النطاق. وقد رفعت الأربعاء دعوى قضائية ضد وزير الدفاع الكيني عدن دوالي بشأن تورط الجيش في قمع الاحتجاجات التي أعقبت زيادة الضرائب الجديدة وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا وإصابة 50 آخرين برصاص الشرطة الثلاثاء في العاصمة الكينية نيروبي. وقال رئيس الجمعية الطبية الكينية سايمون كيغاندو إن هذا العدد ليس نهائيا، مشددا على أن البلاد لم تشهد مثل هذا العنف من قبل.
وكانت كينيا دخلت في حال صدمة بعد أعمال العنف التي شهدت اقتحام متظاهرين للبرلمان، مما أدى إلى اندلاع حريق داخل البرلمان. وأطلقت الشرطة النار على المتظاهرين في نيروبي بعد عجزها عن تفريق الحشود باستخدام الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه. وفي وقت سابق اتهم الرئيس الكيني في رسالة متلفزة ما أسماها مجموعة إجرامية منظمة بأنها هي من تقف وراء الأحداث التي شهدتها البلاد ومنها الهجوم على البرلمان. قالت شركة الناقلات الروسية المملوكة للدولة سوفكوم فلونت يوم الأربعاء إن إحدى السفن التي تشغلها أنقذت طاقم ناقلة تسربت إليها المياه قبالة سواحل اليمن هذا الأسبوع. ووفق ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء، كانت السفينة NS أفريكا تبحر جنوب شرق ميناء شنطون في جنوب اليمن في 23 من يونيو الجاري، عندما تلقت نداء استغاثة من الناقلة لافانت التي اضطر طاقمها لتركها والبقاء على متن زورق إنقاذ في المياه المفتوحة. وقال السوفكوم فلوت في بيان: نفذ طاقم الناقلة NS أفريكا عملية الإنقاذ ل19 بحارا من بينهم مواطنون من الهند ومانيمار وبنغلاديش وإندونيسيا. وأضافت الشركة أنه تقرر نزول البحار الذين تم إنقاذهم في ميناء السويس بمصر في 29 من يونيو الجاري، وأن الطاقم لم يتعرض لفقد أو إصابة أي من أفراده. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة سوفكوم فلوت التي تشغل السفينة NS أفريكا. وقال الرئيس التنفيذي للشركة الثلاثاء إن العقوبات المفروضة على شركات الشحن تقوض السلامة وتشكل مخاطر على التجارة بالنظر لما تتسبب فيه من ضرر للمعايير المتعارف عليها للسفن. يأتي ذلك كله في وقت وسع فيه الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن على السفن الإسرائيلية أو التي تتجه إليها تضامنا مع قطاع غزة. ويتوعد الحوثيون باستمرار هجماتهم لحين إيقاف إسرائيل هجومها على القطاع وفك الحصار عنه. هذا وفشلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في التصدي لهجمات الحوثيين الذين يهددون السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشر الإخباري لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما نوهنا في بداية البرنامج تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نستعرض فيه اليوم مقال الخبير الروسي في العلاقات الروسية العربية والشؤون الشرق أوسطية أندري أونتوكوف بعنوان: هل تتحول إفريقيا إلى ساحة صراع جديد بين روسيا والغرب؟ والذي نشره موقع الجزيرة نت في 17 من يونيو الجاري. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، أهلا بكم مجددا إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي نستعرض فيه اليوم مقال الخبير الروسي في العلاقات الروسية العربية والشؤون الشرق أوسطية أندري أونتوكوف بعنوان: هل تتحول إفريقيا إلى ساحة صراع جديد بين روسيا والغرب؟ يقول أندري أونتوكوف: أدى تفاقم الوضع الدولي والصراع الحاد بين الغرب وروسيا خاصة بعد الحرب مع أوكرانيا إلى زيادة أهمية دول الشرق الأدنى والأوسط وشمال إفريقيا في السياسة الخارجية والمالية والتجارية والعسكرية لروسيا. وبات واضحا أن جهود موسكو الحالية للعب دور بارز في إفريقيا تنبع من نجاح سياستها في الشرق الأوسط، فقد تمكنت من بناء علاقات وشراكات متوازنة مع معظم مراكز القوى الإقليمية، وكسبت حق المشاركة في اتخاذ القرارات بشأن القضايا الإقليمية الكبرى. كما أن نجاح روسيا في سوريا وتعزيز شراكاتها مع مصر وزيادة مشاركتها في الشؤون الليبية فتح ذلك الأبواب أمام دخول أقوى إلى القارة الإفريقية. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الظروف الخارجية التي ستواجهها روسيا على المديين المتوسط والطويل تعتمد بشكل كبير على مواقف دول المنطقة في مسائل تسعير الطاقة، إضافة إلى محاولات حلف شمال الأطلسي جر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مواقفه المناهض لروسيا. كانت هذه الدوافع الرئيسية للتحرك الروسي لمواجهة هذا التحدي المصيري والبحث عن موطئ قدم في هذه المنطقة الاستراتيجية.
علاوة على ذلك، من المتوقع في غضون 15 إلى 20 عاما أن تحدد إفريقيا الصورة الديمغرافية للعالم، وستؤثر بشكل كبير على حجم الطلب الاستهلاكي العالمي. ولروسيا أيضا مصالح سياسية في المنطقة، إذ تشكل الدول الإفريقية 25% من الأصوات في الأمم المتحدة، وبالنسبة لموسكو فإن الدعم السياسي من هذا العدد الكبير من الدول يعد أمرا بالغ الأهمية. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل تتحول إفريقيا إلى ساحة صراع جديد بين روسيا والغرب؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إيرنا راديو إيرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازت إنياتا زدالو نتسا راديو. ويقول أندري أونتيكوف حول إحياء الدور السوفيتي للعلاقات بين روسيا وإفريقيا تاريخ طويل، وقد كانت دائما متعددة الأوجه. ففي النصف الثاني من القرن العشرين نفذ المهندسون والخبراء السوفيت عددا من المشاريع الصناعية الكبيرة في دول القارة، مثل محطات توليد الطاقة ومصانع المعادن والتعدين ومصافي النفط وشركات بناء الآلات وغيرها من المرافق الاقتصادية الوطنية الهامة. ورغم أن الأرقام لا تعكس دائما ديناميكية الحراك الجيوسياسي الذي عادة ما يكون متدرجا، فإنه قد يكون من المفيد أن نشير إلى أن حجم التجارة الخارجية لروسيا مع الدول الإفريقية بلغ في عام 2022 نحو 18 مليار دولار. حوالي 25% من الإمدادات الروسية كانت عبارة عن محاصيل الحبوب، و22% أخرى كانت منتجات نفطية. ولكن ما لا يقل أهمية هو المنتجات السرية بما في ذلك الأسلحة. يحمل التوجه الروسي الحماسي نحو إفريقيا بعدا اقتصاديا إضافيا، خاصة في ظل تراجع التوجه الغربي لنشاطها الاقتصادي بشكل كبير بسبب العقوبات، مما فرض عليها البحث عن أسواق جديدة لمنتجاتها. ومن الواضح أنه سيكون من المستحيل تقريبا حل هذه المشاكل بدون القارة الإفريقية. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل تتحول إفريقيا إلى ساحة صراع جديد بين روسيا والغرب؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إيرنا. وفي عنوان جانبي البوابة السودانية، يقول أندري أونتيكوف: وجاءت التصريحات القادمة من السودان بخصوص بناء محطة لوجستية روسية في بورت سودان لتعطي دفعة جديدة ووازنة للحضور الروسي في المنطقة. ورغم أن الحديث يدور في محطة دعم لوجستي، فإنها قد تكون مقدمة لتحول روسيا إلى لاعب سياسي وعسكري واقتصادي بارز في المنطقة. وفي كل الأحوال لم يعد سرا أن روسيا باتت تعمل بشكل صريح على توسيع نفوذها في الدول الإفريقية في المجال العسكري عبر زيادة مبيعات الأسلحة وإبرام الاتفاقيات الأمنية وتطوير برامج التدريب العسكري لدول المنطقة، والسودان هو أحد المرشحين الجدد لذلك. وبحسب مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية والقول لأندري أونتيكوف، فإن النفوذ الروسي يتعاظم في جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي والسودان وزيمبابوي. أما صحيفة فاينانشال تايمز فتتحدث عن أن تعزيز النفوذ الروسي تجلى إلى أقصى حد في دول منطقة الساحل، جمهورية إفريقيا الوسطى، مالي والسودان وبوركينا فاسو، لا سيما فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية المقدمة لدول المنطقة. وعلى خط الاقتصاد يتعاظم كذلك دور الشركات الروسية الكبرى العاملة في إفريقيا كشركات النفط والغاز العملاقة لوك أويل وغاز بروم وروس نفط، بالإضافة إلى روس جيولوجي وروساتوم، والتي باتت جغرافيتها تغطي دولا مثل الجزائر وأنغولا والكونغو ومصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا وليبيا. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل تتحول إفريقيا إلى ساحة صراع جديد بين روسيا والغرب؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.
إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وحول عنوان جانبي حاجة متبادلة، يقول أندري أونتوكوف إن منطق الحاجة المتبادلة هو الذي سيشكل الدافع القوي لروسيا والبلدان الإفريقية التي تريد علاقات دولية متوازنة من أجل نقل العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية إلى شكل جديد مغايرا للشكل الذي فرضه الاستعمار والهيمنة الغربية على مساحات واسعة من القارة. فمثلا في الأمد المتوسط لن يتمكن المنتجون الأفارقة من تغطية الطلب القاري المتزايد على السلع الأساسية، ناهيك عن احتياجات الطبقة المتوسطة الناشئة من المنتجات عالية الجودة. فالاستخدام واسع النطاق للأراضي والمشاكل البيئية ومحدودية الوصول إلى التكنولوجيا الزراعية تخلق أيضا فرصة واسعة لتوريد المنتجات الزراعية، والتي تستطيع روسيا تأمينها بما تملكه من إمكانات هائلة في هذا المجال. وعلى المديين المتوسط والطويل ستكون الأسواق الإفريقية الواعدة للصادرات هي أسواق مشاريع البنية التحتية، الكهرباء والنقل في المقام الأول، والمواد الخام الغذائية والزراعية والأسمدة، فضلا عن التعليم والرعاية الصحية ورقمنة القطاع العام. والأسواق الإفريقية ستكون مهمة بالنسبة لمنتجات الطاقة الروسية، الفحم والمنتجات النفطية والغازات والهيدروكربونية. ومع تعمق عمليات التكامل على مستوى عموم إفريقيا، فإن قدرة السوق الإفريقية سوف تنمو بشكل أكبر، وستزداد جاذبيتها بالنسبة للمصدرين الروس بشكل كبير بعد إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي تعليق على حدث، والذي يأتيكم اليوم بعنوان: هل تتحول إفريقيا إلى ساحة صراع جديد بين روسيا والغرب؟ فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرينا. وبموازاة ذلك لا ينبغي فصل عملية التقارب الروسي مع بلدان إفريقيا السمراء عن ردود الفعل المتوقع من جانب الغرب الجماعي، الذي لن يقبل بأن تلقي إفريقيا بنفسها في الحضن الروسي، وستواجه هذه العملية على الأرجح عراقيل كبيرة وكثيرة. وفي هذا السياق من غير المستبعد أن تذهب المنظومة الغربية لخيار إشعال الحروب الأهلية والإقليمية، فضلا عن الوقوف وراء انقلابات عسكرية هنا وهناك. وهذا ما برز في ردود الفعل الغربية على الانقلاب الذي وقع في النيجر في يوليو 2023 خلال القمة الروسية الإفريقية في سان بطرسبورغ، والذي كشف عن الدور الذي ستلعبه إفريقيا في المستقبل في المواجهة الحالية بين روسيا والغرب. هذا الغرب الذي خسر جراء تغيير الحكم في النيجر، واحدة من أكبر البلدان المصدرة لليورانيوم في العالم. لكن مواجهة التحولات في إفريقيا لن تكون سهلة أو مضمونة النتائج بسبب حالة رفض الهيمنة أحادية القطب التي تتسع تدريجيا في العالم، وباتت دول كثيرة تعلن انضمامها لهذا الاتجاه. ليس من باب المبالغة إذن أن نقول إننا نشهد بداية نهاية العصر الذي كان فيه الغرب لعقود يعتبر نفسه الآمر الناهي في السياسة الدولية، ويمارس الوصاية على الدول الفتية باستخدام القوة والنفوذ والحروب والانقلابات وسياسة العقوبات والضغوط. إنها بداية انهيار المنظومة الغربية، خاصة في بعدها الأخلاقي، وأول ما انهار فيها هي منظومة القيم والسياسات الدولية الشاذة التي بدا التحدي لها يبرز حتى داخل المجتمعات الغربية نفسها، وعلى رأسها الولايات المتحدة في مقاربتها للموقف من الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة. وهذا السقوط الأخلاقي للغرب يجعل من الصعب استعادة مواقعه التي يخسرها تدريجيا على الساحة الدولية، بما في ذلك إفريقيا. انتهى المقال. ونحن بدورنا نقول مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، تعليقا على مقال الخبير الروسي في العلاقات الروسية العربية والشؤون الشرق أوسطية أندري أونتوكوف، بالرغم من أهمية المصالح الروسية الإفريقية التي تناولها التقرير واعتبارها الركيزة التي بنى عليها الاهتمام الروسي بالقارة الإفريقية، إلا أن هنالك جوانب خفية أغفلها التقرير سواء كان ذلك مقصودا أو غير مقصود، وهي الأطماع الروسية في خيرات إفريقيا من الثروات الطبيعية التي لم تستغلها القارة بشكل أمثل حتى الآن، مثل الذهب والنحاس واليورانيوم، وهو ما أدى بروسيا إلى دعم الأنظمة الدكتاتورية التي تتربع على عرش السلطة في بعض الدول الإفريقية،
وتقدم لها الحماية الخاصة عبر ذراعها فاغنر المنتشرة في الدول الإفريقية التي تم ذكرها في التقرير، بالرغم مما تقوم به هذه الأنظمة الدكتاتورية من قمع وإذلال لشعوبها، مما يجعل روسيا شريكا للغرب في السقوط الأخلاقي الذي حاول المقال تبرئة روسيا منه وإلصاقه بالغرب فقط. فما فعلته البراميل المتفجرة بالمدنيين في سوريا خير شاهد على ذلك. والنقطة الثانية التي أغفلها المقال مقصودة كانت أو غير مقصودة هي سعي روسيا مستغلة بعض حلفائها إلى إيجاد توازن القوى في النظام العالمي الذي يهيمن عليه الغرب من خلال تعاظم وتزايد النشاط الروسي المتنامي في إفريقيا، والذي سيسمح لها بالتموضع الأفضل من خلال بسط نفوذها لا من خلال رد فعل قادة القارة كما يشير صاحب المقال. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج تعليق على حدث. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. إيطاليا ترسل وفدا رفيع المستوى إلى إريتريا في إطار تنفيذ خطة مات الإيطالية في إفريقيا. الرئيس الكيني يسحب مشروع زيادة الضرائب بعد مقتل عدد من الأشخاص في الاحتجاجات الواسعة على الزيادات الضريبية الجديدة في كينيا. وسفينة شحن روسية تعلن إنقاذ طاقم ناقلة تعرضت لاستهداف الحوثيين قبالة السواحل اليمنية. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في إذاعة إيرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إيرنا.